هل قرار الطلاق هيكون صح ولا لأ؟ الأسبوع اللي فات حد سألني سؤال: قرار الطلاق هيكون صح ولا لأ؟ والسؤال ده كان مثير للاهتمام جدا، لأن الطلاق ممكن تكون أحسن حاجة نعملها لأولادنا وتكون أوحش حاجة نعملها لأولادنا. خليني أوضح لك، الطلاق نفسه مش هو اللي بيضر الأطفال، اللي بيضرهم هو اللي بيحصل قبل الطلاق وبعده. لو بيتك مليان صريخ وتوتر ومشاكل بشكل مستمر، ولو الولاد شايفين مامتهم وباباهم على طول في حالة حرب والدنيا مش مستقرة، فوقتها بيكون الطلاق للأسف طبعا إنقاذ للولاد. السؤال بقى المهم اللي نسأله لنفسنا: إيه اللي أقدر أعمله عشان أحمي أطفالي نفسيا في الوقت ده، سواء فضلت متجوزة أو اتطلقت؟ لأن في أمهات كتير فاكرة إن الواحدة تستمر في جواز تعيس وتكون هي معذبة هو الحل علشان تضحي عشان خاطر ولادها. بس الفكرة إن الولاد بيتأثروا أكتر بكتير من لما يكونوا عايشين في بيت فيه اضطراب وفيه توتر طول الوقت، بيكون بالنسبة لهم أوحش من الطلاق بين مامتهم وباباهم. وفي أمهات تانية بتبقى فاكرة إن الطلاق هو اللي هيحل كل المشاكل، بس بتلاقي نفسها بتنقل الأنماط السلبية هي لحياتها الجديدة. اللي أطفالك بقى محتاجينه منك: أم مستقرة نفسيا ومش عايشة في توتر مستمر، بيئة آمنة مليانة حب مش مليانة صريخ وزعيق طول الوقت، إنهم يحسوا إن هم محبوبين من الطرفين مهما حصل ومهما عملوا، الصدق المناسب لسنهم على اللي بيحصل بالظبط، استقرار في الروتين وفي القواعد. مش مهم انتوا مع بعض ولا منفصلين، المهم ان انتوا الاتنين فريق واحد بيشتغل علشان خاطر الولاد. سؤال للتفكير: لو اطفالك كبروا وبقوا في نفس وضعك دلوقتي، هتنصحيهم يعملوا ايه بالظبط؟ الاجابة عن السؤال ده هتديكي وضوح اكتر للي انت محتاجة تعمليه والقرار الصح ليكي ولولادك. شاركيني رأيك في الكومنتس تحت. ايه اهم حاجة محتاجة تتوفر للأطفال في اوقات التغيير الصعبة اللي زي دي؟